السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبكم فيديو جديد من قناة موها شو. اليوم فيديو عنوانه سر والدة جوجو. هي صرحوا عليها من قبل مانجا ميوس، اسمها جيني. والدة جوجو لا نعرف عنها اي شيء، ولكن نتوقع عودتها في ارك الاكوان او في الارك ما بعد الاكوان، او احتمال جزء جديد بعد سوبر، واحتمال تظهر ولكن جوجو لا يعرفها وتغيرت مع مرور الزمن. ونتوقع عودة، ولكن لا نتوقع عودة بارادوك احتمالية يعني عودته 30 أو 20%، إلا سبب من الأسباب بعد ما أدري. لكن عادة والدة جوجو أكيد، واحتمال مغيرة اسمها، واحتمال متزوجة من أحد كواكب وعايشة هناك، وعندها ابن وابنها أخو جوجو من أمه يتحول إلى سوبر سايجين، وجوجو الأسباب يذهب إلى ذلك الكوكب لأمر ما ويلتقي بها وتقول إنك تشبه بارادوك، ولكن جوجو لا يعرفها ويتذكرها أخيرا، ويأتي إلى الأرض معه أمه وجوجو. ومن ثم تقول إن عندها ابن أكبر من جوجو بسنين، وأنه بعمر فيجيتا، واسمه بارادوك الصغير، ويشبه جوجو كثيرا، وأنه ابن بارادوك أيضا. وتصير مشاكل ويأتي شرير جديد، ويتقاتل بارادوك الصغير مع جوجو وكل الفريق ضد الشرير الجديد. وبعد 10 سنوات حصل وانقضوا على جميع الأشرار الذين غزوا الأرض، ويعيشون بسلام وأمان. هاي يعني توقعات ونظرية حول جيني والدة جوجو. تتميز بأنها نحيفة وشعرها طويل، ويعني من يعني هي مو فرقة ويا فرقة بارادوك، هي عادي يعني وياهم. وايضا قوية، اذا احتمال نشوفها اذا تجي تحول سوبر سايجين، يعني احتمال متدربة، لان اكيد بالكواكب اللي عاشت بيها صارت مشكلة وسوء. وهاي الاحداث تجوز هاي النظرية تجوز تحمل يعني، او تجوز يعني تطلع صائبة او خاطئة، يعني احتماليات. انا توقعت يعني انه فكرت احداث براسي يعني ايش راح يصير، واتوقع حال الارك ما بعد الاكوان راح يصير هالشي، هي لازم بيها هالشي. هاي عندي يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، ومنتظرين اعرفكم كلكم منتظرين الحلقة اليوم باكر، يعني احد 87 دراغون بول سوبر. ما اتوقع ذا اسوي انطباع، بس يعني اشوف، اتوقع انا ما اسوي، مو مشكلة. هاي كان عندي يا شباب، لا تنسوا اللايك والاشتراك. القاكم في فيديو جديد، الى اللقاء.